لطفي بيه بيقول ان المشكله مش في رجال الاعمال، المشكله في الناس اللي عايزه تاخد فلوس من غير ما تشتغل، وفلوس كتير كمان. اولا انا مش هرد على سؤالك ده الا لما اعرف السنافور اللي واقف ورا لطفي ده ايه. ده اريال ولا ايه؟ مش فاهم انا. ده صنقر. صنقر؟ صنقر. يا غلاوتي عندك يا لطفي، جايب واحد يقف وراك على اسمي صنقر زي سنبل. شوفي، لو الكلام اللي بتقوليه ده من اي حد تاني غير لطفي ايوه كان ممكن اقول لك ماشي، انما عشان لطفي خليني اقول لك كده بصراحه. المشكله في اللي سارقين الغلابه وبيمصوا دمهم، وفي الاخر يطلع في التلفزيون ويشتكي من الغلابه اللي عايزين حقهم. ولا ناسي يا لطفي، ناسي لما انا خدت رجالتي ووديتهم زرزاره علشان يستصلحوا الصحراء في سينه؟ لا، وقطعت عليا الميه عشان تموت زرعي. ده انت حتى الزرع ما سلمش منك يا لطفي. لطفي بيه، سنبل كده شكله انه بيهاجم رجال الاعمال، يعني بيهزقك بس بالذوق. الله 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 الله، ليه كده؟ بقول حقيقة. ايه يا ستي تفيده؟ ايه الحكايه؟ مفيده من فضلك يا ستي مفيده. الكلام ده بتسخني القعده ولا ايه؟ لا خالص، بقول حقيقه. تولعيها ولا ايه؟ خالص بقول له. مالكم يا علميين مصر بتأفوروا كده ليه؟ هي الحكايه ناقصه؟